يلا اغرفيه وفي العلبة حطيه، بس اوعي تغطيه، وتعالي اقولك ازاي تعمليه. سمي بالله كده ونصلي على رسول الله، وتعالي اقولك هنعمل مع بعض النهاردة الرز بلبن بطريقة بسيطة جدا وبشوية تريكات خفيفة جدا هتخلي الرز معاكي ناجح وهايل، وزي رز اللبان اللي كلنا بنحبه وبيعجبنا طعمه جدا. اول حاجة كده انا هعمل كمية من الرز مطلعهم كده لله، فقلت كده اهوت ايه، هجيب كمية من اللبن، وما تربطيش نفسك بالكمية اللي انا هحطها. لو هتعملي كيلو لبن هتحطي عليه نص كوباية رز ونص كوباية سكر. ده اولا. انا جبت كده كيلو من اللبن الاول، رفعته على النار ونزلت فيه بكوبايتين من الايه، من الرز المغسول ومنقوع حوالي ربع ساعة، ونزلت بقى بالرز في اللبن وسبته كده غلي لغاية ما خد غلوته، وطفيت عليه وغطيته وسبته بقى لمدة ايه، ساعة. اول ما لقيته كده هوت بعد ساعة بالظبط وحريته ولقيته استوى تماما، والرزاية بتاعتي بقت مظبوطة معايا. قلبته كده كويس ونزلت بقى بباقي كمية اللبن بتاعي. تمام، وقلبت كده اللبن وكل حاجة بقت تمام. ابتديت هنا كده هنزل بكوبايتين ونص من السكر. ما تربطيش نفسك زي ما قلتلك بالكمية بتاعتي، انت كيلو اللبن عندك بياخد نص كوباية رز ونص كوباية سكر. ودوبت بقى السكر في ايه واللبن كده مع بعض، وكنت كده راكنة على جنب مج من اللبن، خدت نصه ضفت عليه معلقتين كبار من النشا ودوبتهم ونزلت عليهم. وانت بتنزلي بالنشا كده تدريجيا تكون ايدك في الايه، في اللبن، ما بت ايه ما ترفعوش، ما بتطليش تقليب. تمام، دابت معايا النشا وبقت تمام. جبت كده باقي ايه اللبن اللي كان عندي اللي هو نص المج اللي فاضل، وحطيت عليه معلقتين من الايه الكريم شانتيه. لو عندك كريمه لباني ممكن تستغني عن الكريم شانتيه، لو عايزه تحطي الاتنين مفيش اي مشكله. لو عندك قشطه وش لبن، عندك قشطه من عند اللبان برضو فيها كل الحاجات ديت، بتدي دسامه وطعم ايه، وبتعزز الرز بلبن بتاعي. نزلت بقى بمعلقتين الكريم شانتيه وبقى كده معايا تمام. قلبته كده، واول ما لف معايا وحسيت ان السمك بقى معايا مظبوط، خلاص كده تمام. طفيت عليه وسبته لما هدي كده حوالي ربع ساعة، وابتديت بقى جبت العلب بتاعتي ديت وابتديت اغرفه. العلبة من دي بتاخد مغرفتين، غرفته كده معايا تمام، ورصيته كده وسبته بقى لما يهدى. عودي نفسك ما تغرفي الرز الا لما يهدى، وبعد ما يهدى سيبيه كده لما يبرد تماما، وبعد كده دخليه التلاجة. هيديكي بقى ايه الكرمشة اللي بتشوفيها عند اللبان، وهيديكي طعم رهيب وطعم مظبوط وتحفة، وجربيه واتمنى